السؤال 11: عند أداء فريضة الحج أخرجنا المقاول من عرفات قبل غروب الشمس بقصد الانتقال إلى الحافلة لا بقصد الخروج من عرفات، وهذه السنة قبلت للحج، فهل أعيد حجي أو يجوز لي أن أستأجر حجة أخرى؟ أما هل يجب عليك أن تعيد حجك فلا. أظهر أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليك ذلك، ومع ذلك نقول إنه لا تجوز الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس، لا تجوز الإفاضة كما هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ظاهر قوله: إن المشركين كانوا يفيضون من عرفات والشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال، هدينا مخالف لهدي أهل الشرك والأوثان، ولأجل هذا فالبقاء في عرفات إلى غروب الشمس واجب، لكن من أفاض قبله يأثم، غير أن حجه لا ينتقض بهذه الإفاضة، والله أعلم. ويقول بعد ذلك: فهل أعيد حجي أو يجوز لي أن أستأجر حجة أخرى؟ أقول له: لا يجب عليك أن تعيد حجك، أما أن تستأجر حجة أخرى فالأمر إليك فيه. وأوجه أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الاستئجار للحج، والله أعلم.